لو سالت اي شخص في الدنيا انت نفسك تنجح هيقول لك اه نفسي انجح. في حد يا جماعه لا سمح الله موجود في الميتنج ده انت مش عايز تنجح؟ مستحيل. تقريبا يا جماعه الحاجه اللي كل الناس عايزاها هي النجاح، صح ولا مش صح؟ لكن ليه مش كل الناس بتنجح، مع ان الناس اللي مش بتنجح هي بتبقى عارفه ممكن تنجح ازاي؟ يعني المشكله دايما ما بتكونش في النولج او المعرفه، المشكله في بعض الافعال وبعض العادات المعينه اللي بتمنع الناس انها تنجح. انت عارف ازاي تنجح، عارف انك انت عشان تنجح محتاج تعمل واحد اتنين تلاته اربعه، اوكي. في معظم المجالات هتلاقي الحاجات دي كلها بتنجح لان الناس ما بتاخدش بالها من المعرقلات بتاعه النجاح والاسباب اللي بتخلي الناس ما تنجحش. طيب، رقم واحد من اكبر الاسباب اللي بتخلي الناس ما تنجحش حاجه اسمها الكومفورت زون او منطقه الراحه. ايه هي منطقه الراحه؟ منطقه الراحه دي هي عباره عن الافعال والعادات اللي حضرتك بقالك سنين بتعملها وانت مرتاح فيها، تمام؟ وعشان كده بتميل انك انت ما تغيرش الافعال اللي بقالك سنين بتعملها. عايز اقول لك ان الكومفورت زون فيها مشكلتين. رقم واحد انها مريحه. يعني ايه مريحه؟ يعني انت ما بتحبش تغير. لو في يعني شويه عادات معينه متعود عليها، اوكي، الافضل بالنسبه لك انك انت تفضل تعمل نفس العادات. عايز اقول لك ان في ناس كتير لما بيبدا يغير اي عاده بيحس ان هو متوتر، بيحس ان هو متضايق، وعشان كده سموها الكومفورت زون، لانها افعال انت بقالك فتره بتعملها حتى لو كانت غلط. حتى لو كانت غلط، اوكي، وانت مرتاح نتيجة انك انت كررت الافعال دي فترة طويلة. يبقى اول مشكلة انها مريحة. المشكلة التانية انك انت غالبا ما بتاخدش بالك انك انت في كومفورت زون او منطقة راحة. يعني لو سألت اي حد انت مرتاح هيقول لك لا، بس تيجي تقول له تعالى بقى نغير الوضع اللي انت فيه، فهو يفضل او يميل اكتر ان هو ما يغيرش علشان هو بيرتاح في تكرار نفس الافعال. وعشان كده الكومفورت زون بتبقى يعني شويه كده خداعه، بتخدع الشخص اللي موجود فيها لانها مريحه، وفي نفس الوقت انت ما بتبقاش واخد بالك قوي انك انت موجود في كومفورت زون او منطقه راحه. طيب، السؤال دلوقتي، هل الكومفورت زون دي حاجه حلوه؟ الاجابه لا. ليه؟ لان بره الكومفورت زون، لو افترضنا كده ان الكومفورت زون دي عباره عن دايره كده حضرتك موجود فيها او قاعد فيها، تمام؟ ببساطه جدا بره الكومفورت زون في نجاح، في تحقيق اهداف، في حيويه، في نشاط، في صحه، في كل حاجه، تمام؟ ولو سالتك سؤال كده حضرتك مثلا لو صحيت الصبح كده بدري، الافضل انك انت تكمل نوم؟ يعني الاريح، بلاش الافضل، الاريح انك انت تكمل نوم ولا تقوم وتنزل تلعب رياضه؟ الاريح انك انت تعمل ايه؟ تكمل نوم، تمام؟ لكن الافضل والاحسن واللي فيه صحه لجسمك انك انت تلعب رياضه. وعشان كده دائما وابدا الناس اللي بتنجح في حياتها بيبقوا عباره عن ناس هم متخصصين في الخروج من الكومفورت زون او من منطقه الراحه بتاعتهم. وعشان كده مهم جدا جدا تفهم ان لو حضرتك دلوقتي نفسك تحقق اي حاجه جديده ونفسك تحقق اي حاجه كبيره، رقم واحد محتاج تاخد قرار انك انت لازم تطلع بره الكومفورت زون، لازم تطلع بره منطقه الراحه. من الاخر كده لازم تغير افعال كتير انت بقالك فتره بتعملها ومرتاح فيها، وصعب عليك انك انت تغير الافعال دي. فانت الصح انك انت تطلع بره منطقة الراحة وتعمل الحاجات الصح مش الحاجات اللي مريحاك، تمام؟ طيب، وهدي لك مثال كده اخير. لو حضرتك مثلا بقالك فترة متعود انك انت تاكل اكل غير صحي، تمام؟ لو بطلت الاكل ده لفترة معينة هيوحشك جدا جدا. هيوحشك انك انت تاكل الاكل المحمر، الاكل المسبك، الاكل المحشي والحمام والرقاق والفتة والحاجات دي كلها، تمام؟ لكن ببساطة جدا لو انت اصلا متعود تاكل اكل صحي، لما هتيجي تاكل الاكل ده غالبا هتلاقي بطنك هتوجعك، وهتلاقي نفسك تحس كده انك انت تقلان وخملان وكسلان، وممكن اصلا بعد فترة تحس ان طعم الاكل مش حلو قوي لانك انت اتعودت على اكل صحي اكتر
وبدات انك انت ترجع للاصل. تمام. وعشان كده مهم جدا تفهم ان مش شرط تماما الحاجات اللي انت اتعودت تعملها لفتره طويله انها تبقى صح، ولا شرط تماما ان الكومفورت زون دي تكون الافعال اللي موجوده فيها افعال حضرتك بتحبها او بتحب انك انت تكمل فيها او هتوصلك لاي حاجه. تمام. بالظبط. خلاص جوعتنا، لا مش هتكلم عن اكل تاني. طيب تعالى بقى مع بعض نشوف ايه هي تبعيات منطقه الراحه. من الاخر كده، الناس اللي بتفضل موجوده في كومفورت زون او في منطقه راحه، الموضوع بيبقى شكله عامل ازاي او حياتهم بيبقى شكلها عامل ازاي؟ رقم واحد، الناس دي غالبا بيبقى عندها كسل. ويعني واحده من ضمن الحاجات المهم جدا انك انت تعرفها ان الكسل بيجيب كسل، والنشاط بيجيب نشاط. فحضرتك لما تكون موجود في كومفورت زون او في منطقه راحه فبتبقى مكسل، وده بيؤدي بيك انك انت تكسل وتكسل وتكسل، تيجي تعمل حاجه مختلفه تبقى كسلان، تبقى مستثقل جدا انك انت تعمل حاجه جديده او حاجه مختلفه. رقم اتنين، الخوف. الخوف بيسيطر جدا جدا على الناس اللي موجوده في الكومفورت زون او في منطقه الراحه. الخوف انك انت تجرب حاجه جديده، الخوف انك انت تاخد خطوه جديده، الخوف انك انت تقابل اشخاص جديده، تشتغل شغلانه جديده، تروح اماكن جديده، وهكذا. رقم ثلاثة، بتلاقي الناس اللي موجوده في الكومفورت زون غالبا بيبقى عايش دور الضحيه. يعني ايه دور الضحيه؟ يعني هو مش مسؤول عن اي حاجه في حياته، هو مظلوم، هو ضحيه المجتمع، ضحيه الظروف، ضحيه ال الاب مثلا اللي كان بيقسى عليه، ضحيه الام اللي ما كانتش بتاخد بالها منه مثلا، يعني ضحيه صحابه اللي بيتريقوا وبيتنمروا عليه، ضحيه المدير اللي والله بيعنفه، وهكذا. فيبقى خلاص عايش في الكومفورت زون وسايب نفسه تماما ان انا ضحيه وانا ماليش تحكم وماليش ذنب. وعايز اقول لك ان في ايه بتقول لك: وما ظلمناهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون. وبالتالي حضرتك لازم تفهم ان ربنا سبحانه وتعالى ما بيظلمش حد. مفيش حاجه اسمها انك انت شخص اتولدت مظلوم او ضحيه، حاشا لله ان يكون ده بيحصل. كلنا يا جماعه عندنا نفس الفرص، وكلنا عندنا نفس الظروف الصعبه حلوه. الموضوع بيبقى باكج كده على بعض، في حاجات حلوه في حياتك وفي حاجات صعبه، كلنا كده. تمام. وبالتالي حضرتك المسؤول انك انت تطلع بره الكومفورت زون، واوعى تقنع نفسك ان في حاجه اسمها ان انا ضحيه. مفيش حد يا جماعه ضحيه، مفيش حد مظلوم، مفيش حد عنده ظروف صعبه مثلا وربنا سبحانه وتعالى اصطفاه كده ان انت هتكون عندك اصعب ظروف وبقيه الناس لا. احنا كلنا يا جماعه موجودين وعندنا حاجات متشابهه، حاجات زياده هنا، ناقصه هنا، وهكذا. اوكي. فتلاقي برضو الناس اللي موجودين في الكومفورت زون بيميل اكتر ان هو يبقى فيكتيم منتاليتي او دور الضحيه. رقم أربعة، الفشل. لان الفشل زي ما اتفقنا برضو بيجيب فشل. الكومفورت زون او منطقه الراحه جواها مفيش نجاح، لان ببساطه جدا لو كانت منطقه الراحه ممكن تخليك تنجح، طب انت ما نجحتش ليه؟ محتاج تفهم انك انت علشان توصل لحاجات مختلفة فلازم تغير الافعال بتاعتك. وعشان كده دايما دايما الناس اللي بتكون موجودة في الكومفورت زون لازم تمر بالاربع حاجات دي، سواء كلهم او جزء منهم. طيب تعالى مع بعض نشوف النقطة التانية او الحاجة التانية في معرقلات النجاح. ايه الحاجات اللي ممكن تعرقل نجاح اي حد؟ قلنا اول حاجة الكومفورت زون او منطقة الراحة. تاني حاجة العادات النمطية أو pattern habits. يعني إيه العادات النمطية؟ حاجات بقالك فترة كبيرة بتعملها ومش عارف أنت بتعملها ليه أصلا. من الآخر كده حاجات اللي هو أنت شفت والدك بيعملها، ووالدك شاف جدك بيعملها، وجدك شاف جد جدك بيعملها، وهكذا. وعشان كده أنت بتعيد وبتكرر نفس السلسلة، أوكي، من غير ما تكون فاهم او ما عندكش وعي اصلا العاده دي مفيده بالنسبه لي ومناسبه للزمن اللي انا فيه ولا لا. وخليني كده احكي لك قصه بسيطه عن موضوع العادات النمطيه. في واحد كان لسه متجوز جديد، فمراته كانت بتقلي له سمك. تمام. فبتحط السمك كده في الطاسه، الطاسه دي اللي هي المقلاه او الطنجره، في تقريبا اهل الجزائر بيقولوا عليها الطنجره. تمام. وقبل ما تحط السمك في الطاسه فبتعمل ايه؟ بتقطع الديل بتاعها وبتقطع الراس بتاعتها وبتحطها. فهو استغرب جدا، قال لها: ايه ده؟ انا اول مره اشوف حد بيعمل كده.
هو انت ليه بتقطعي الديل والراس بتاعت السمكه قبل ما تحطيها في الطاسه؟ قالت له بصراحه ما اعرفش، هو انا شفت والدتي بتعمل كده. فقال لها طيب انا عايز اعرف السبب. فكلمت والدتها، هو احنا ليه بنقطع الديل والراس بتاعت السمكه؟ قالت لها يا بنتي والله ما اعرفش، انا شفت جدتك بتعمل كده. فكلمت جدتها فقالت لها، واحنا ليه بنقطع الراس والديل بتاعت السمكه؟ قالت لها بصراحه ما اعرفش، ممكن اسالك اختي اللي هي يعني اخت جدتها، تمام؟ فاسالك اختي. فبتسال اختها، قالت لها احنا زمان ما كانش عندنا طاسه او مقلاه كبيره، تمام؟ فالسمك ما كانش بيكفي ان هو يتحط زي ما هو كده، فكنا بنضطر علشان يكفي ان احنا نقطع الراس ونقطع الديل عشان المقلاة او الطاسة كانت صغيرة، تمام؟ تخيل معايا ان جيل ورا جيل ورا جيل عمالين يعيدوا نفس الحاجة. ممكن يكون البنت نفسها اللي بتقلي السمك دلوقتي الطاسة عندها كبيرة مفيش مشكلة، لكن القصة كلها ان هي بتعمل عادات معينة من غير ما تعرف السبب. ده ممكن يكون حاجة كده أو قصة كده طريفة علشان توضح لك إن إحنا في حاجات فعلا ممكن نكون بنعملها من غير ما نعرف ليه. لكن سؤال مهم جدا، هل كل الأفعال اللي حضرتك بتعملها دلوقتي في حياتك، هل هي الأفعال اللي المفروض إن أنت تعملها؟ وهل مناسبة للزمن اللي أنت موجود فيه؟ يعني مثلا، هل علشان في افعال معينه او عادات معينه شفنا ابائنا واجدادنا بيعملوها، هل معنى كده ان احنا نفضل نعملها حتى لو الافعال دي غلط، حتى لو الافعال دي اصلا مش مفيده؟ يعني عايز اقول لك كده، واحده من ضمن الحاجات اللي انا شخصيا ساعات بفكر فيها، ودي وجهه نظري يعني، تمام؟ يمكن اللي خلى زمان كان في كفار كده، ان هم كان بيقولوا لك بالظبط كده، هذا ما وجدنا عليه اباءنا واجدادنا. من الاخر كده احنا بنعبد الاصنام علشان ده اللي شفنا ابائنا واجدادنا بيعملوه. وبالتالي ده يا جماعه خلى الانسان اصلا يتجه لحته وحشه جدا جدا. فتخيل معايا، طبعا مع اختلاف المثل يعني، فتخيل معايا لو انت عندك في عادات معينه موجوده يعني في دماغك، اوكي، العادات دي انت بقالك سنين كتير جدا جدا بتعملها، والعادات دي مش مناسبة ليك، مش مفيدة ليك، العادات دي لا تتناسب مع الزمن اللي حضرتك اصلا موجود وعايش فيه. طيب، تعالى مع بعض كده نشوف نقطة مهمة جدا جدا. كيف تتم صناعة العادات؟ ازاي بيتم صناعة العادات؟ من الاخر كده، احنا ايه اللي وصلنا للدرجة اللي احنا بقالنا سنين كتير جدا جدا بنعمل حاجات معينة ومش بنفكر حتى الحاجات دي بتتعمل ازاي؟ في تجربة، والتجربة دي يا جماعة تجربة حقيقية، تقدر تدور عليها اونلاين وتشوف. في علماء عملوا التجربة دي بشكل حقيقي، تمام؟ التجربة دي بتدرس السلوكيات عامة. عملوا ايه؟ جابوا غرفه، اوضه، تمام، وحطوا فيها 5 قرود. القرد اللي هو اسمه في بعض الناس ايه القرد ده؟ هقول لك دلوقتي، اوكي. القرد يا جماعه اللي هو المونكي، في بعض الناس اللي هو السعفان تقريبا، صح كده؟ اوكي. او السعدون، اوكي. طيب ببساطه جدا جابوا 5 قرود وحطوهم فين؟ حطوهم في اوضه، وحطوا سلم في الاوضه دي، وحط فوق السلم موز. تخيل قرد وموز. فالطبيعي جدا ايه اللي بيحصل؟ اول ما القرد بيشوف الموز فبيعمل ايه؟ بيطلع على السلم علشان ياكل الموز، صح كده؟ تمام. فعملوا ايه بقى؟ كل ما قرد من القرود ال5 اللي موجودين في الغرفة دي يحاول ان هو يطلع على السلم علشان ياكل من الموز، فبيبدأوا ان هم يرشوا بقية القرود بالمية الساقعة. ال4 قرود اللي موجودين تحت، تمام، بيترشوا بالمية الساقعة، وبالتالي بيبدأوا ان هم يصرخوا جامد جدا جدا، اوكي. فايه اللي يحصل؟ يحاول قرد تاني ان هو يطلع يجيب الموز، يرشوا بقية القرود بالمية الساقعة، وهكذا. واحده واحده ايه اللي بدأ يحصل؟ اللي بدأ يحصل ان ارتبط في دماغ القرود ان اي قرد بيحاول يطلع السلم فهم بيتألموا، بيترشوا بالميه الساقعه فبيتضايقوا جدا جدا. فبعد كده بدأوا يتفقوا ان اي قرد هيحاول يطلع على السلم علشان يجيب الموز هيبدأوا ان هم يضربوه بمنتهى العنف اللي في الدنيا. وفعلا الكلام ده يا جماعه بدأ يحصل. اي قرد يحاول يطلع يجيب الموز، بقيه القرود اللي هي خايفه تترش بالميه الساقعه تبدأ تمنع القرد بمنتهى القوة والعنف اللي في الدنيا ان هو يطلع يجيب الموز. بعد فترة
بقى المنظر بالظبط عامل كده: غرفة فيها 5 قرود، تمام، وفيها سلم، والسلم ده فوقيه موز، وال5 قرود محدش فيهم بيجرؤ ان هو يطلع ياكل من الموز. منظر يا جماعة غريب جدا، لان الطبيعي قرد موز لازم يطلع ياكله، اوكي. فالموضوع ارتبط معاهم واحدة واحدة، ان خلاص اي حاجة، اي محاولة ان انا هطلع اجيب الموز ده، بقيه القرود هتمنعني بمنتهى القوه والعنف، فخلاص انا مش هطلع تاني ايه اجيب موز. طيب بعد كده بداوا يعملوا ايه؟ بداوا ان هم ياخدوا قرد من القرود ال5 اللي اترشوا بالميه الساقعه قبل كده، ويحطوا مكانه قرد جديد ولا عمره اترش بالميه الساقعه، ولا قبل كده شاف البروسيس دي كلها، ما شافش العمليه دي كلها قبل كده. طيب، فقرد جديد ايه اللي يحصل؟ قرد يا جماعه داخل جديد لقى سلم ولقى موز، الطبيعي ان هو هيعمل ايه؟ هيحاول يطلع ان هو يجيب الايه؟ يجيب الموز. ال4 قرود اللي قبل كده اترشوا بالميه الساقعه بيمنعوه بمنتهى القوه اللي في الدنيا، هو مش فاهم ايه ده، في ايه. كل ما يحاول ان هو يطلع علشان ياكل الموز، ال4 قرود بيسلخوه ضرب، تمام، دب دب دب، يمنعوه بمنتهى القوه ان هو ايه؟ يطلع يجيب الموز. بعد فتره القرد الجديد ما بقاش بيطلع على السلم، خلاص هو ارتبط معاه في دماغه ان كل ما هطلع على السلم بقيه القرود ايه؟ هتمنعني. عملوا ايه؟ شالوا قرد من القديم وحطوا قرد من الجديد، او قرد جديد يعني، اوكي. وبدأ يحصل نفس الموضوع، القرد الجديد داخل عايز ياكل موز، بقيه القرود تبدأ تضرب فيه وتمنعه. بعد كده شالوا قرد قديم وحطوا قرد جديد، شالوا قرد قديم وحطوا قرد جديد، لحد ما بقى فيه 5 قرود موجودين في الغرفة. ال5 قرود دول كلهم مش بيطلعوا على السلم يجيبوا الموز، ولو دخل عليهم اي قرد هيمنعوه بمنتهى العنف اللي في الدنيا ان هو يطلع على السلم، وهم مش عارفين ليه. هم عمرهم ما شافوا الميه الساقعه، ال5 قرود الجداد عمرهم ما شافوا الميه الساقعه اصلا، ولا ترش عليهم ميه ساقعه. هو كل القصه ان في قرد قبل كده اترش بالميه الساقعه كان بيمنعه، فبدأ هو يقلد ويعمل نفس الموضوع. تخيل معايا كده التجربة دي لو ربطتها بحياتنا وربطتها بحاجات كتير ممكن تكون بتحصل، هتلاقي ان احنا ساعات من غير وعي تماما بنبدأ نعمل عادات معينة واحنا مش عارفين ليه. هذا ما وجدنا عليه آباءنا وأجدادنا، هو ده يا جماعة الحاجات اللي احنا شفنا أهالينا بيعملوها. انا مش بقول لك ان كل حاجه اهالينا بيعملوها غلط، لا طبعا اكيد يا جماعه في حاجات كتير صح وفي حاجات كتير مفيده، لكن محتاج تسال نفسك دايما: هل الاكشن او الفعل او العاده اللي انا بعملها في حياتي دي، هل هي مناسبه ليا؟ هل هي تتناسب مع ظروف الزمن اللي انا فيه؟ تتناسب مع طموحاتي وحياتي واهدافي؟ هل تتناسب مع شخصيتي؟ من الاخر كده مش لازم ان انا اقطع الديل والراس بتاعت السمكه لو انا عندي المقلاة او الطاسه كبيره. مش لازم ان انا افضل اقلد كل اللي فاتوا في كل حاجه، حتى لو الزمن بيتطور وفي حاجات مستجدات في الحياه. طب ما ممكن يكون في خير موجود في عادات جديده، ومن الاخر كده انا لسه ما عملتش الحاجه دي لان اللي قبليه ما كانش عملها، او انا متعود على حاجات معينه ومش عايز اغيرها. وعشان كده محتاج من دلوقتي تفهم ان واحده من اكتر الحاجات اللي بتعطلنا ان احنا ننجح، ان احنا نفضل نقلد اللي قبلنا بدون وعي. العبرة هنا في الكلام ده كله فكرة الوعي اللي حضرتك محتاج تكون عليه وانت بتعمل اي اكشن او اي عادة او اي فعل في حياتك، محتاج تفهم ليه، محتاج تعرف ليه، تمام. وعشان كده في مقولة بحبها جدا لابن القيم بتقول: لا تكرهوا أولادكم على آثاركم فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم. مش لازم الحاجة اللي حضرتك اتربيت عليها إنك أنت تربي ولادك عليها، مش شرط. ممكن في حاجات حلوة وفي حاجات ملهاش لازمة دلوقتي خالص. من الآخر كده، انا زمان ساعه ما كنت صغير مثلا كده ولسه كده في مراحل الاوليه في التعليم، فكان عندي كده قناعه لحد دلوقتي ثابته في دماغي يعني. لما كان اي حد بيسالني انت نفسك تطلع ايه، هم حاجه من الثلاثه: يا دكتور يا مهندس يا ضابط. صح كده؟ دكتور مهندس ضابط، كانوا محفظينها لنا كده، اوكي. نفسك تطلع ايه؟ دكتور مهندس ضابط. بس على فكره لو سالت الجيل اللي طالع دلوقتي نفسك تطلع ايه، في ناس هتقول لك نفسي اطلع انفلونسر، نفسي اطلع يوتيوبر، نفسي اطلع بروجرامر مبرمج، نفسي اطلع تريدر.
نفسي اطلع حاجات كتير جدا جدا. فمش معنى ان احنا تربينا على ان النجاح عباره عن دكتور مهندس ضابط يبقى لازم اخلي ولادي يطلعوا دكتور او مهندس او ضابط. لا، على فكره ممكن ابني لو طلع مثلا بروجرامر ان شاء الله، مثلا لو هو عايز يعني، فممكن يكون ده افضل بكتير جدا جدا بالنسبه له من ان هو يبقى دكتور او مهندس او ضابط. وعشان كده ما ينفعش انك انت اللي اتربيت عليه تربي عليه ولادك بالظبط. وما ينفعش ان كل حاجه من الجيل اللي قبلنا اوكي ناخدها زي ما هي، حتى لو لا تتناسب معانا. فكر وابدا شوف ايه اللي ينفعك، ايه الصح بالنسبه لك، وايه الغلط ما تعملوش. اوكي. طيب، تعال نشوف بقى سريعا كده. لما كان التليفون زمان خالص كده من حوالي 25 سنة تقريبا، كان عبارة عن وسيلة تواصل صوتي فقط. صح كده؟ التليفون يا جماعة زمان، في أصلا ناس ممكن تكون في الميتنج دلوقتي هم ما شافوش التليفون ده قبل كده في حياتهم. أنا حضرته وشفته يعني. تمام؟ التليفون اللي هو بقرصة كده، وتبدأ تتصل كده 2 1 5 أيا كان. أوكي؟ دلوقتي بقى لو بصيت للموبايل بتاع حضرتك هتلاقي الموبايل ده فيه حاجات كتيرة قوي قوي موجودة. اوكي. الموبايل ده يا جماعة عبارة عن وسيلة تواصل صوتي ومرئي. تقدر تشوف اللي بتكلمه، تقدر تتصفح الانترنت بكل بقى الحاجات اللي موجودة على الانترنت، تقدر انك انت تستخدم الجي بي اس وتروح اي مكان انت عايزه من خلال الخرائط وجوجل مابس والحاجات دي كلها. تقدر تستخدمه كصراف آلي، ابل باي بقى، انستا باي، ايا كان. تقدر انك انت تعمل شوبينج من الموبايل. تقدر تستخدم الكاميرا بكل الحاجات بتاعتها بكل امكانياتها. مشغل صوتي تسمع عليه اوديو، تسمع عليه او تتفرج على فيديوز. اوكي. تخيل زمان كده كان في جهاز كاسيت كده وجهاز فيديو، جهازين كبار قوي. دلوقتي كل الكلام ده اتلم في الموبايل بتاعك. تقدر انك انت تاخد من عليه كورسات وتحضر تدريبات وحاجات. تقدر انك انت تستخدمه دفتر وقلم زي ما انا بعمل دلوقتي، انا بكتب على الايباد اهو. اوكي. تقدر انك انت تستخدمه انك تفتح مشروع اونلاين. تقدر انك تدخل اسواق التداول والفوركس. تقدر تستخدمه في البريد الالكتروني. مفيش حد دلوقتي يا جماعه بيبعت الجوابات بتاعت زمان دي. اوكي. تقدر تستخدمه آلة حاسبة، مكتبة فيها آلاف الكتب، نزل عليه ملايين الكتب كمان. اوكي. قاموس، حاجات تانية كتير جدا جدا. مهما قعدت ان انا يعني احصي لك واعد لك في الحاجات دي ممكن ما نخلصش يعني. اوكي. طيب، رقم ثلاثة بقى في معرقلات النجاح او الحاجات اللي بتعطلك انك انت تنجح. قلنا اول حاجة الكومفورت زون او منطقة الراحة. رقم اتنين العادات النمطية والحاجات اللي متعودين نعملها بدون وعي. رقم ثلاثة انك انت تكون بتضيع وقتك او بتهدر الوقت بتاعك. طيب، انا واحد من الناس قعدت فتره طويله جدا مش عارف اصلا ازاي اقدر ادير وقتي. يمكن ايام الدراسه كنت بقعد اعمل جداول كده. الجداول دي اللي هو ايه، من الساعه كذا للساعه كذا هذاكر مش عارف كام صفحه، وهعمل كذا من الساعه كذا والكلام ده كله. لكن للاسف عمري ما مشيت على الجداول دي تماما. في حد يا جماعه هنا كان بيعمل زي كده؟ في حد كده كان بيقعد يكتب كده جداول وتكتب كده بالدقيقه انت هتعمل ايه؟ ناس كتيرة قوي. طيب كل الميتنج بعت لي. في حد هنا بقى كان بيمشي على الجدول ده؟ في حد كان بيمشي على الجدول؟ كله لا. كل الناس بعت لا. طب الحمد لله، كنت فاكر ان انا لوحدي. اوكي. تعال اقول لك بقى ان الجداول دي كلها اصلا مش صح. تمام؟ الجداول دي مش الطريقه الامثل ان اللي انت تتعامل بيها مع الوقت بتاعك. طيب، ايه افضل طريقه اقدر ان انا اعمل بيها تايم مانجمنت او اداره وقت؟ اداره الوقت بتتعمل من خلال ترتيب الاولويات. كده كده كل الناس اللي في الميتنج ده وكل الناس اللي في العالم احنا عندنا اليوم 24 ساعه، صح كده؟ وبالتالي تلاقي ناس يومها مليان احداث، ويومها كده تحس ان هو فيه يعني مساحه كده كبيره جدا جدا. وناس تانية تقول لك انا ما عنديش وقت اعمل اي حاجه. ما بتلعبش رياضه ليه؟ ما عنديش وقت. طيب انت مش واخد بالك من صحتك ليه؟ والله باكل اي حاجه. طب انت مش عارف ايه، اصلا انا ما عنديش وقت. طب ما تفتح بيزنس جديد مثلا عشان تحسن دخلك. ما عنديش وقت. ناس كتير جدا جدا بيبقى عندها المشكله دي. طيب السؤال دلوقتي، ازاي ان انا اقدر ارتب الاولويات بتاعتي؟ محتاج قبل ما ترتب اولوياتك، لان دي حاجه تخصك انت، محتاج تعرف ان اي نشاط بتعمله في يومك هو عباره عن حاجه من اربع حاجات. وعلى حسب حضرتك بتوجه
الأنشطة بتاعتك ناحية أنهي مربع من المربعات دي على حسب حضرتك استغلالك للوقت بيبقى عامل إزاي. يعني إيه الكلام ده؟ ركز بقى معايا جدا جدا في الحتة دي، عشان الحتة دي منهج حياة. أوكي؟ أول نقطة، نشاط محتاج تعمله بنسميه هام وعاجل. يعني ايه هام وعاجل؟ لو حضرتك على مستوى الشغل مثلا مطلوب منك تقرير معين، التقرير ده اتطلب منك من شهر مثلا واجلته، وبعد كده لقيت المدير كلمك وقال لك بقول لك يا محمد، لو انت ما جبتليش التقرير ده بكره، تمام، اعتبر نفسك مرفوض. هنا كده التقرير ده بقى اسمه ايه؟ بقى اسمه نشاط هام وعاجل. حاجة لو ما حصلتش بسرعة هيحصل مشكلة، فهي حاجة مهمة لأن مرتبط بيها مستقبلك في الوظيفة دي، تمام، وفي نفس الوقت الحاجة دي مستعجلة إنها مطلوبة إيه؟ بكرة، صح كده؟ وبالتالي بنسميه مربع الأزمات. طيب، هل الناس الناجحة ما عندهاش المربع ده؟ لا طبعا عندها المربع ده، مفيش مشكلة. لكن السؤال دلوقتي، كام في المية من حياتك موجود في المربع ده؟ لو 5%، 10%، مفيش مشكلة خالص، انت في امان. لو 70 80% من حياتك موجود في مربع الازمات فحضرتك عندك مشكلة. هقول لك المشكلة دي إيه؟ المشكلة دي ان معظم الانشطة اللي هي تصنف كهام وعاجل هي في يوم من الايام كانت هام لكن غير عاجل. اديك مثال، حضرتك مثلا طالب، تمام، فانت عندك السنه الدراسيه بتاعتك المفروض انك انت بتدرس حاجات معينه وبتذاكر وهكذا. اوكي، تلاقي معظم الناس بتعمل ايه؟ بيفضل يتدلع طول السنه، ويجي قبل الامتحان باسبوع يبدا يلم نفسه، صح كده؟ فالمذاكرة ساعتها في خلال السنة كانت هام وغير عاجل. المذاكرة في خلال السنة كانت هام وغير عاجل، حاجة مهمة انك انت تعملها، لكن في بدايات السنة ولحد قبل الامتحان باسبوعين ثلاثة شهر ما كانتش حاجة مستعجلة. لكن لما حضرتك قعدت تأجل وتأجل 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 وتأجل، ايه اللي حصل؟ اللي حصل انها اتنقلت من المربع ده للمربع ده، اتنقلت من ان هي هام وغير عاجل، اتنقلت بقت هام وعاجل. طيب المربع التاني ده بيسموه ايه؟ بيسموه مربع المستقبل. الناس يا جماعة اللي معظم وقتها موجود في المربع ده مستقبلها مبهر. الناس اللي بتذاكر طول السنة، وانا ما كنتش واحد من الناس دي، تمام، الناس اللي بتذاكر طول السنة، الناس دي بتيجي وقت الامتحانات مش مضغوطة قوي على فكرة. الناس دي بتكون يعني عادي، مش حاسس ان هو عنده أزمة، لا هو كده كده بيذاكر طول السنة. نفس الموضوع لو حضرتك في شغلك متعود انك انت دايما تأجل الأنشطة بتاعت شغلك، فهتلاقي نفسك انك انت بتيجي في وقت الحاجات اللي كانت هام وغير عاجل بقت هام وعاجل، بقى حاجة فيها أزمة. التقرير اللي مديرك طلبه من شهر وقعدت تأجله بقى حاجة هام وعاجل ان هو لازم يتسلم بكرة. طب المفروض اعمل ايه؟ المفروض ان انا دايما الأنشطة الهامة والعاجلة ابدأ بيها طبعا. مربع الأزمات ده لازم تفضيه على طول. اوكي؟ طيب، وبعد ما اخلص الحاجات الهام والعاجل اعمل ايه؟ اخش مباشرة في المربع الثاني، الهام والغير عاجل. اعمل الحاجات المهمة، تمام، علشان ما تتنقلش انها تبقى مستعجلة. اعمل الحاجات المهمة الغير عاجلة علشان ما استناش انها تبقى هام وعاجل. تمام كده؟ طيب، المربع الثالث غير هام وعاجل، ده بيسموه مربع الخداع. يعني ايه؟ حاجة مش مهمة لكن الحاجة دي بتجيلك فجأة وبتجيلك مستعجلة. ازاي؟ واحد صاحبك يتصل بيك، شهاب ازيك عامل ايه؟ بقول لك ايه، احنا خارجين دلوقتي فيلم سينما خطير والشلة كلها متجمعة، فهي حاجة دلوقتي، حاجة مستعجلة. طيب حضرتك خلصت اللي عليك؟ يعني هل عندك حاجة مهمة في يومك لسه متبقية؟ لو الإجابة اوعى تتخدع بالحاجات العاجلة الغير هامة. دائما وابدا الاولويه بتاعت حضرتك في وقتك ومجهودك والطاقه بتاعتك للحاجات الهام والعاجل، ثم الهام والغير عاجل، عشان تبني مستقبلك. ما تتخدعش بالحاجات الغير هام والعاجل.
اتفقنا كده؟ طيب، المربع الأخير بقى، حاجة ولا هي مهمة ولا هي مستعجلة. أديلكم مثال بسيط. السكرولينج على السوشيال ميديا، لما بتمسك الموبايل بتاعك الفيسبوك او الانستجرام، تقعد تعمل كده، تقعد تقلب، تحس ان انت بتقوي عضلات الصباع ده تمام، تقعد تعمل كده. الحاجة دي ولا مهمة ولا مستعجلة، ولا هتفيدك في حياتك دلوقتي في حاجة، ولا الحاجة دي ليها وقت معين. لو قعدت تعمل كده 8 سنين مفيش حاجة هتخلص. صح ولا مش صح؟ وعشان كده مهم جدا جدا ان يومك يبقى عبارة عن الحاجات المهمة، وتنسى تماما لفترة طويلة من الزمن. لو انت عايز تبني نجاح بقى، تنسى تماما تماما الحاجات الغير هام. يعني ايه انساها؟ يعني تعمل حاجة من الاتنين: يا اما ما تعملهاش خالص، يا اما تفوض حد ان هو يعملها بدالك. يا اما ما تعملهاش خالص، يا اما تفوض حد ان هو يعملها بدالك. لو في حد طلب منك مشوار معين وانت مش فاضي، انت عندك شغل، تمام، عندك نشاط معين مهم عايز تعمله، فحضرتك المفروض تعمل ايه؟ فوض حد، خلي حد تاني يعمله بدالك، تمام. او لا والله انا مش فاضي. وخلي بالك، عايز تنجح في حياتك لازم تتعلم تقول لا. لازم لازم تتعلم تقول لا للحاجات اللي مش محطوطة في جدول شغلك النهاردة، اللي مش محطوطة في الأولويات بتاعت حياتك. وزي ما اتفقنا امبارح، الترتيب بتاع أولوياتك وطريقة تفكيرك والأفعال اللي انت هتعملها هي اللي هتكون العادات بتاعتك، وهي اللي هتكون مستقبلك. فلو انت تركيزك ومعظم يومك موجود في حاجات مهمة وحاجات ليها قيمة بالنسبة لك وبالنسبة لأهدافك وحياتك، بعد شهر اتنين تلاتة هتلاقي حياتك بقت افضل وبتتغير. بعد سنه اتنين تلاته هتلاقي حياتك بقت افضل وافضل وافضل. والعكس، لو انت معظم وقتك ضايع اوكي في السوشيال ميديا، ومعظم وقتك ضايع في التلفزيون والحاجات اللي ملهاش اي قيمه، اوكي، فساعتها حضرتك هتلاقي نفسك بعد سنه سنتين ثلاثه حياتك ضايعه. ليه؟ لانك انت ما بنيتش عادات صحيه. خلي بالك، الموضوع بيحتاج وقت وبيحتاج تمرين. يعني مش معنى ان انا قلت لك النهارده ازاي ترتب اولوياتك، مش معنى كده انك انت هتطلع من الميتنج ده خلاص انا عارف ازاي ارتب اولوياتي. لا خالص. هتلاقي نفسك انك انت بتغلط، مفيش مشكله، انت عرفت الصح النهارده. اغلط عادي جدا جدا وصلح وغير، وحط قدامك هدف معين ان انا اكون برتب اولوياتي بشكل صح علشان حياتي تكون افضل، وعلى حسب ما انا عايز اغير حياتي، على حسب ما انا لازم تكون عاداتي والافعال بتاعتي. وابدا اشتغل على ده وطور من نفسك، وقع وقوم وقع وقوم، مفيش مشكله خالص. اوكي.